السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة وصفة بيتي وسهلة ولذيذة جدا. هنعمل الفراخ البلدي بالبصل والبهارات. نحشيها بصل مبهر بفلفل وملح. يلا نبدأ بمكوناتنا ونشوف عندنا ايه. عندنا فرختين بلدي مغسولين كويس ومنقوعين في ميه وملح وخل لمدة ساعتين. عندنا 3 بصلات كبار مبشورين، بصلة كبيرة متقطعة 4/4، جزرة كبيرة وقرن فلفل متقطعين، حبهان ورق لورا، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة كبيرة ملح. يلا نبدأ بأول خطواتنا في الفراخ المحشية بالبصل المبهر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة يا حبايبي انا هجيب البصل بتاعنا وهنزل عليه بالملح وبالفلفل الاسود بالشكل ده وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما البصل والملح يندمجوا مع بعض كويس. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس بالشكل ده هجيب بقى عندي الفراخ بتاعتنا البلدي، ما شاء الله شايفين متنضفة ومنقوعة كويس ومتصفية. هحشي بقى بطن الفرخة بالشكل ده بالبصل، دعكه من جوه كده عشان تديها طعم وريحة ويبقى طعمها حلو قوي بالشكل ده. بعد ما حشيت بطن الفرخة بالشكل ده يا حبايبي هجيب بقى الصدر من فوق بالشكل ده وهفتح تحت الجلد بالراحة كده تحت الجلد وهحشي ما بين الجلد وما بين الفرخة من الصدر من فوق. هفتح كده. بعد ما فتحت الصدر كده يا حبايبي هحشيه بقى بالبصل تحت الجلد بالشكل ده، هدعكه كده واحشيه بالبصل، بديله طعم وريحة وتحس ان الفرخة كده طعمها خطير والله يا بنات. هحشي كده الفرخة تحت الجلد بالبصل والصدر كده بالشكل ده. بعد ما خلصت هقفل بقى الفرخة بالشكل ده، هحط رجليها كده والتانية كده هكتفها علشان اسقطها بقى في المية المغلية. انا عندي حلة حطيت فيها مية مغلية عشان اسقط فيها الفراخ واسويها فيها. عندي ميه مغليه يا حبايبي على النار، هنزل بقى فيها بالبصل والجزر والفلفل والحبهان والورق لورا بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بتسقيط الفراخ بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم، سقط فيها الفراخ بالشكل ده عشان تستوي معانا كده. غطي عليها بقى النار وعلي عليها النار مدة 10 دقايق وبعد كده ههدي عليها النار تستوي على نار هادية. النار العالية يا حبايبي ما بتسويش الاكل، كل ما تعملي الاكل على نار هادية الاكل يستوي بسرعة ويبقى طعمه حلو. ودي الفراخ بتاعتنا يا حبايبي بعد ما استوت شايفين استوت خالص وبقت ريحتها تجنن بجد، ريحتها حلوة جدا وطعمها خطير. يلا عشان نحمرها بقى نحمرها في الفرن. انا حطيت هنا 3 معالق صلصة، عليهم نص معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسمر، معلقة كبيرة عسل ابيض، معلقتين كبار زيت، وقلبتهم كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده وهدهن بيهم الفراخ. هدهن الفرخة بتاعتي كده بتديها طعم وبتديها لون حلو جدا وتخليها بصراحة تجنن يا حبايبي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هدهن الفرخة بتاعتي دي كلها كده وادخلها الفرن تتحمر. هجيب بقى الصينية بتاعتنا واحط في شوية زيت في الارضية بتاعتها بالشكل ده كده وهنزل الفرخة بتاعتنا فيها كده. وبعد كده هكمل بقى دهان الفرخة، هدينا بالشكل ده الصوص بتاعنا الجميل ده عشان تتحمر كويس. بعد ما تاخد اللون من ده برضو هقلبها وادهنها بنفس
الصوص بتاعنا ده عشان تاخد اللون الحلو والطعم الجميل. بقت كده عندنا جاهزة، هدخلها الفرن تحت الشواية على نار عالية تتحمر. دي الفراخ بتاعتنا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، ريحتها تجنن وطعمها تحفة جدا. جربوها، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي من مطبخ اكل السما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.